فيتوريا يضع شرطا وحيدا لضم نجم الزمالك لقائمة منتخب مصر أمام ملاوي. هنقول التفاصيل، رجاء من فضلك شارك الفيديو. حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر شرطا وحيدا لضم أحد نجوم نادي الزمالك لقائمة منتخب مصر لمباراتي ملاوي، ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين ضد ملاوي في تصفيات أفريقيا 2024 خلال شهر مارس الجاري. ووفقا لتقارير داخل منتخب مصر، فإن فيتوريا يتابع حالة محمود الونش مدافع الزمالك بشكل مستمر، حيث يراه من الركائز الأساسية للفراعنة. وأوضحت التقارير أن فيتوريا اشترط مشاركة الونش في المباريات مع الزمالك لضمه لقائمة منتخب مصر خلال مواجهتي ملاوي، ويغيب الونش عن المشاركة مع الزمالك في المباريات منذ إصابته في مباراة سموحة بالدوري المصري الممتاز في أكتوبر الماضي. وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف قد كشف عن موعد مباراتي منتخب مصر ضد منتخب ملاوي في تصفيات كأس الأفريقية القادمة، وتقام الجولة الثالثة على استاد القاهرة يوم 24 مارس الجاري، وتنطلق في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أما عن مباراة الجولة الرابعة، يحل منتخب مصر ضيفا على ملاوي يوم 28 مارس بعد 4 أيام من المباراة الأولى في القاهرة، وتنطلق المباراة هناك الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة. ويبدو أن الفرق الأفريقية كلها عارفة تأثر لعيبة منتخب مصر عموما والأندية المصرية بالطقس الحار، عشان كده كلهم بيلعبونا في هذا التوقيت. شكرا لحضراتكم.